من هنا لم تعد الرحلة مجرد تعرف على المربعات الأربعة، بل أصبحت دخولا إلى المعنى الأعمق لما يمنع الإنسان من العبور. فبعد أن رأينا أين يقف الناس، جاء الوقت لنفهم لماذا يبقون في أماكنهم، ولماذا يخاف كثيرون من الخطوة التي قد تغير مصيرهم. هنا تبدأ الفصول الأكثر قربا من النفس، لأنها لا تتحدث عن المال وحده، بل عن الخوف والتردد والعادات التي تحكم القرارات في الخفاء. فكثيرا ما يكون السجن الحقيقي في التفكير، لا في نقص الفرص. وكثيرا ما يكون الباب مفتوحا، ولكن الإنسان لا يعبره لأنه لم يتعلم بعد كيف يتخلى عن المألوف. في هذه المرحلة سنرى كيف تؤثر المخاوف على حركة الإنسان، وكيف يجعله التعلق بالأمان الزائف يتأخر عن الحياة التي يستحقها. وسنرى أيضا أن بناء الحرية لا يتم بالرغبة وحدها، بل بوعي يفهم السوق، وبعقل يعرف كيف يرى الفرص ويحولها إلى أصول. ومع كل فصل من 8 إلى 14 سنبتعد قليلا عن الفكرة البسيطة التي تقول إن العمل وحده يكفي، ونقترب أكثر من الحقيقة التي تقول إن الذكاء المالي هو الذي يصنع الفرق. هنا سنتعلم أن النظم أقوى من الجهود المنفردة، وأن الرؤية أبقى من الحماس اللحظي، وأن من يحسن قراءة الفرص لا يبقى أسيرا لظروفه طويلا. وسنفهم كيف يبدأ الانتقال الحقيقي، لا عندما يزيد الدخل فقط، بل عندما يتغير أسلوب التفكير، ويتحول الإنسان من باحث عن الراتب إلى صانع للأصل والقيمة. وكل فصل في هذا الجزء سيكون خطوة أعمق نحو فهم ما يصنع الحرية المالية فعلا، وما الذي يجعل بعض الناس يرون ما لا يراه غيرهم. وعندما تكتمل هذه الفصول، لن تكون قد رأيت الطريق فقط، بل ستفهم أيضا ما الذي كان يؤخرك عنه من الداخل. ومن هنا لا تبدأ مجرد قراءة جديدة، بل تبدأ مرحلة تنتقل فيها الرحلة من فهم الخريطة إلى الاستعداد الحقيقي للسير فيها. بعد أن عرف الإنسان أن أكبر ما يؤخره ليس دائما نقص الفرص، بل الخوف الذي يسكن داخله، بدأت مرحلة جديدة من الفهم. لم يعد السؤال كيف أخرج من مكاني فقط، بل أصبح ما الذي أبنيه حتى لا أعود إلى نفس الدائرة مرة أخرى. هنا ظهرت قيمة النظام. فكثيرون يعتقدون أن النجاح يولد من الحماس، أو من الجهد المنفجر، أو من فرصة كبيرة تأتي فجأة. ولكن الحقيقة كانت أهدأ وأعمق من ذلك، لأن الحياة لا تتغير باللحظات القوية وحدها، بل بالأشياء التي تتكرر كل يوم حتى تصبح هي الشكل الحقيقي للمستقبل. وهنا يبدأ الفرق بين من يعمل باجتهاد، ومن يبني نظاما يحمل هذا الاجتهاد إلى نتائج مستمرة. فالأول قد يتعب كثيرا، ولكنه يبقى معلقا بمزاجه وبظروفه وبطاقته التي ترتفع وتنخفض. أما الثاني فيبني طريقة واضحة تجعل التقدم ممكنا حتى في الأيام التي لا يشعر فيها بأقصى الحماس. في عالم الحرية المالية لا يكفي أن تكون ذكيا، ولا أن تكون متحمسا، بل ينبغي أن تكون قادرا على بناء أسلوب يجعل التقدم جزءا من حياتك، لا مجرد رد فعل مؤقت. لأن النظام هو ما يحمي الحلم من الذبول، ويحمي الخطة من الفوض، ويحمي الإنسان من العودة إلى العشوائية التي أضاعت عليه سنوات قبل ذلك. ومن هنا بدأ الإنسان يفهم أن النظام ليس قيدا كما يظن البعض، بل هو الشكل الأذكى للحرية. فالحرية لا تعني أن تعيش بلا قواعد، بل أن تبني لنفسك قواعد تخدم أهدافك بدلا من أن تترك ظروف تصنعك كل يوم من جديد. وفي هذه اللحظة أصبح واضحا أن بناء الأصول، وإدارة المال، وتطوير الفرص كلها لن تستمر ما لم يكن خلفها نظام ثابت. نظام في التفكير، ونظام في القرار، ونظام في التنفيذ. لأن الفوضى قد تنتج نجاحا عابرا، ولكنها نادرا ما تصنع حرية تبقى. ومع كل هذا الفهم ظهر سؤال أكبر من ذي قبل. إذا كان النظام هو ما يحمل النجاح، فما الذي يجعل بعض الناس يرون الفرص التي لا يراها غيرهم؟ وما الذي يجعل القليلين يحولون المال إلى أصول، بينما يبقى الكثيرون يجرون خلف الدخل دون نهاية؟ ومن هنا تفتح الرحلة بابا جديدا لا يتعلق بالجهد وحده، بل بشيء أعمق، بالذكاء المالي الذي يجعل الإنسان يعرف كيف يقرأ المال،
وكيف يفهم اللعبة قبل أن يدخلها. بعد أن أصبح الطريق أوضح، لم يعد التحدي في معرفة المربع الذي يقف فيه الإنسان فقط، بل في فهم السبب الذي يبقيه فيه كل هذا الوقت. فكثيرون يعرفون أنهم يريدون حياة أفضل، ولكنهم لا يتحركون نحوها. وليس ذلك دائما لأنهم لا يملكون الفرص، بل لأن هناك شيئا في الداخل يشدهم إلى الوراء كلما فكروا في التغيير. هنا يظهر وجه الخوف الحقيقي، لا الخوف الذي يصرخ بصوت عال، بل الخوف الذي يتكلم بهمس هادئ ويقول: ليس الآن، أو لعلك لست مستعدا بعد، أو ماذا لو خسرت كل شيء. وبهذا الشكل يبقى الإنسان أحيانا في المكان الذي يتعبه، لأنه يراه أقل خوفا من الطريق الذي لا يعرفه. فيصبح المألوف، ولو كان مرهقا، أكثر طمأنينة من مستقبل ممكن ولكنه غامض. وهنا يكمن سر الذي يؤخر الانتقال عند كثير من الناس. فهم لا يفشلون في التغيير لأنهم عاجزون، بل لأنهم يفكرون في الخسارة قبل أن يتعلموا كيف يرون الإمكان. يخافون من خسارة الراتب، ومن خسارة الصورة، ومن خسارة الشعور المؤقت بالأمان. ولكنهم لا يسألون أنفسهم عن خسارة أكبر: ماذا لو مر العمر كله وبقيت في المكان نفسه؟ وما بين هذا الخوف وذلك السؤال تقف اللحظة الفاصلة التي يتغير فيها كل شيء. لحظة أن يفهم الإنسان أن الشجاعة لا تعني غياب الخوف، بل أن يتحرك رغم وجوده، وأن الانتقال لا يبدأ بقفزة كبيرة دائما، بل بخطوة صغيرة تثبت للنفس أن الباب لا يزال مفتوحا. ومع كل خطوة صغيرة يبدأ الخوف في التراجع، لا لأنه اختف، بل لأن الوضوح بدأ يكبر في الداخل. فالإنسان عندما يتحرك يرى ما لم يكن يراه وهو واقف. يكتشف أن بعض المخاوف كانت أكبر في خياله منها في الحقيقة، وأن بعض العقبات كانت تحتاج قرارا أكثر مما تحتاج قوة. وهنا يبدأ التحول الحقيقي، ليس تحول الدخل فقط، بل تحول العقل الذي لم يعد يعبد الأمان الزائف، ولم يعد يهرب من الفرص لأنها تحمل بعض الغموض. وفي هذه المرحلة يتعلم الإنسان أن كل نقلة كبيرة في حياته ستطلب منه أن يترك نسخة قديمة من نفسه، أن يترك العقل الذي يكتفي بالبقاء ليبني عقلا يستحق النمو والحرية. ومن هنا يصير الانتقال ممكنا فعلا، لأن أصعب ما فيه لم يكن الخارج أبدا، بل كان ذلك الباب الذي يجب فتحه في الداخل أولا. وبعد أن تعلم الإنسان أن الحياة المالية لا تتغير بالأماني ولا بكثرة التمني، بل بالفهم الذي يكشف له ما يختبئ خلف الأرقام، بدأ يرى العالم بعين جديدة. لم يعد ينظر إلى المال على أنه مجرد ورق أو رقم في حساب، بل أصبح يراه أداة وقوة وفرصة ممكنة لبناء شيء يتجاوز الحاضر نفسه. وهنا يظهر الذكاء المالي كواحد من أهم المفاتيح التي تغير المسار كله. فالذكاء المالي ليس أن تحفظ أرقاما، ولا أن تكثر من الكلام عن الاستثمار، بل أن تفهم كيف تعمل اللعبة من أصلها. أن تعرف أين تذهب النقود، ولماذا تكبر في مكان وتذبل في مكان آخر. أن ترى الفرصة قبل أن تصير ضجة، وأن ترى الخدعة قبل أن تسحب إليك الحماس ببريقها. وهنا يبدأ الفرق بين من يتحرك بوعي ومن يندفع بانبهار. فكثيرون يخدعون بما يلمع أمامهم، ويصدقون أن كل ما يعد بالربح السريع يحمل خيرا حقيقيا. ولكن العقل الذي بدأ ينضج يعرف أن كثيرا مما يلمع لا يبقى، وأن القيمة الحقيقية في الغالب تنمو في هدوء دون ضجيج. لذلك لم يعد السؤال كم سأربح الآن، بل أصبح هل ما أراه أمامي يملك قيمة حقيقية؟ هل يمكن أن يتحول إلى أصل؟ هل يخدمني بعد سنوات، أم سيتبخر كأي وهم جميل؟ ومع هذا التحول يبدأ الإنسان في الانفصال عن عقلية الراتب والاستهلاك، فلا يعود كل دخل يدخل إليه موسما جديدا للإنفاق، بل فرصة جديدة للتوجيه والبناء. وهنا يفهم أن الجهل المالي لا يسرق من الإنسان أمواله فقط، بل يسرق منه أيضا سنوات كاملة قد يقضيها في الاتجاه الخاطئ. قد يعمل بجد ويتعب كثيرا ويحقق دخلا معقولا،
ولكنه يبقى في نفس المكان لأنه لا يعرف كيف يحول هذا التعب إلى قيمة متراكمة. وهنا تظهر الحقيقة التي لا ينتبه لها كثيرون: ليس أخطر ما يصيب الإنسان أن يخسر مالا، بل أن يعيش وهو لا يفهم كيف يتحرك المال من حوله. وعندما يصل إلى هذه المرحلة يبدأ في طرح أسئلة أكثر نضجا. لا يسأل عن الشكل بل عن الجوهر، لا يسأل عن السرعة بل عن الاستمرار، لا يسأل عن الإبهار بل عن القيمة التي تبقى وتنمو مع الوقت. وبهذا يبدأ العقل في التغير الحقيقي، لأنه لم يعد يطارد المال كما كان يفعل من قبل، بل أصبح يفهم كيف يجعل المال يسير في الطريق الذي يخدم مستقبله. ومن هنا يكون القلب قد اقترب من خطوة جديدة، لأن رؤية الفرص وحدها لا تكفي، بل لا بد من تعلم كيف تحول هذه الرؤية إلى أصول حقيقية تعمل في صمت وتبني حرية تكبر يوما بعد يوم. فبعد أن بدأ الإنسان يرى المال بعين أعمق، لم يعد يكفيه أن يفهم الفرص فقط، بل أصبح يبحث عن شيء أهم. أصبح يبحث عن كيفية تحويل الفكرة إلى أصل، وتحويل الفرصة إلى شيء يبقى ولا يمر كأنه لم يكن. فكثيرون يرون أبوابا مفتوحة أمامهم، ولكنهم يقفون طويلا في مكانهم حتى تغلق في هدوء. وليس ذلك لأنهم لا يفهمون، بل لأنهم لا يحسنون الالتقاط في اللحظة المناسبة. في هذه المرحلة يبدأ الإنسان في فهم أن الفرصة لا تشبه الحلم، لأن الحلم يكفيه أن يبقى في الرأس، أما الفرصة فلا بد لها من قرار ينقلها إلى الواقع. وهنا يظهر الفرق بين من يعجب بالفكرة ومن يملك الجرأة على بنائها. فالأول يظل يؤجل ويراجع وينتظر الوقت الكامل الذي لا يأتي غالبا، أما الثاني فيعرف أن الكمال ليس شرطا للبداية، وأن الوضوح يأتي أحيانا بعد الحركة لا قبلها. ومن هنا يبدأ الإنسان في اكتشاف أن بناء الأصول لا يحدث بالنوايا الطيبة، بل بالقرارات التي تأخذ شكلا عمليا في الحياة. قد يكون الأصل فكرة مشروع، أو مهارة تتحول إلى قيمة، أو مالا يوظف في المكان الصحيح، ولكن الجامع بين كل ذلك هو أنه يبدأ بخطوة حقيقية. وفي هذه اللحظة يتغير معنى الانتظار، فلا يعود الصبر معناه التأجيل، بل يصبح معناه الاستمرار في البناء حتى وإن كانت النتائج تنضج ببطء. لأن كثيرا من الناس يريدون أصولا كبيرة، ولكنهم لا يحبون الفترة التي يبدو فيها كل شيء صغيرا وهادئا. ومع أن البدايات البسيطة قد لا تبهر أحدا، فإنها في الغالب تحمل في داخلها البذرة التي تغير المسار كله. هنا يفهم الإنسان أن من يبني أصلا لا يفكر في التصفيق السريع، بل في القيمة التي ستبقى بعد أن يهدأ كل ضجيج. ولهذا فهو يتعلم كيف يتخلى عن إغراء النتائج الفورية ليربح شيئا أعمق وأبقى. يتعلم أن الفرصة التي لا تترجم إلى عمل تبقى مجرد خيال جميل، وأن الفكرة التي لا تدخل عالم التنفيذ لن تصبح يوما جزءا من الحرية التي يحلم بها الإنسان. ومن هنا تنتقل الرحلة إلى مرحلة أدق، لأن بناء الأصول لا يكفي وحده، بل لا بد من معرفة كيف يحمي الإنسان ما بناه، وكيف يمنع نفسه من هدمه بيده دون أن ينتبه. بعد أن تعلم الإنسان كيف يرى الفرص وكيف يحول بعضها إلى أصول حقيقية، ظهر أمامه درس لا يقل أهمية عما سبق. فليس كل من بنى شيئا يعرف كيف يحافظ عليه، وليس كل من وصل إلى خطوة جديدة يعرف كيف يمنع نفسه من الرجوع إلى الوراء. هنا تبدأ مرحلة الحماية، لا الحماية من السوق فقط، بل الحماية من العادات والانفعالات والقرارات التي قد تضيع في لحظات ما بني في سنوات. فكثيرا ما يكون أخطر عدو للإنسان ليس الفقر الذي جاء من الخارج، بل الاستهانة التي تنبت في الداخل بعد أول نجاح. عندما يشعر أنه فهم وأنه أصبح يعرف الطريق، قد يبدأ في التساهل مع ما كان يحرص عليه من قبل. يهمل التفاصيل الصغيرة ويؤجل المراقبة، ويقنع نفسه أن ما بناه أصبح قويا لدرجة لا يتأثر معها بالأخطاء الصغيرة. ولكن الحقيقة تقول إن كثيرا من الانهيارات لا تبدأ بضربة كبيرة، بل بتنازلات صغيرة لا يلتفت إليها أحد في البداية. وهنا يتعلم الإنسان أن الحفاظ على الأصل لا يقل أهمية عن بنائه. فما الفائدة من دخل يتزايد إذا كانت العادات نفسها لا تزال تصحبه نحو الاستنزاف؟
وما الفائدة من فرص جيدة إذا كانت القرارات المتسرعة قادرة على هدمها في وقت قصير؟ لهذا يبدأ الوعي المالي هنا في أخذ شكل أكثر نضجا، فلا يعود منشغلا بالنمو فقط، بل يصبح منشغلا أيضا بالثبات وبضبط النفس وبحماية ما تم بناؤه من الاندفاع والتشتت. في هذه المرحلة يبدأ الإنسان في فهم أن الثراء الحقيقي لا يعني أن تملك الكثير فقط، بل أن تعرف كيف لا تبدده، وأن تعرف كيف تدير نفسك قبل أن تدير أموالك. فكثير من الناس يسقطون ليس لقلة الدخل، بل لأنهم لم يتعلموا كيف يقولون لأنفسهم كف أو انتبه أو ليس هذا وقت المجازفة. ومن هنا يظهر أن الحماية الحقيقية لا تأتي من الخوف، بل من الانضباط، لأن الخوف قد يمنعك من الحركة، أما الانضباط فهو الذي يجعلك تتحرك بوعي وتقف في الوقت المناسب وتكمل في الوقت المناسب أيضا. وفي هذه اللحظة يدرك الإنسان أن بعض أكبر الخسائر في الحياة لا تحدث لأن العالم أقوى منا، بل لأننا تركنا أنفسنا بلا حدود ولا وعي كاف. ومع هذا الفهم تكون الرحلة قد اقتربت من معنى أعمق. فبعد أن تعلم الإنسان كيف يبني وكيف يحمي، يبقى أن يفهم كيف يجعل كل هذا يعمل في اتجاه حياة أوسع، لا في اتجاه تجميع المال فقط. ومن هنا تبدأ مرحلة أكثر نضجا، يتحول فيها السؤال من كيف أملك إلى كيف أعيش بما أملك الحياة التي أريدها حقا. بعد أن تعلم الإنسان كيف يبني وكيف يحمي ما بناه من التبديد والتساهل، بدأ يقترب من سؤال أعمق لم يكن يشغله في البداية. في البداية كان يبحث عن الخروج من الضيق، وعن زيادة الدخل، وعن باب يأخذه إلى نقطة أفضل. أما الآن فقد أصبح يسأل نفسه سؤالا أكبر: لماذا أبني كل هذا من الأساس؟ هنا يبدأ التحول الحقيقي من مجرد جمع المال إلى فهم الغاية من ورائه. فليس الثراء الحقيقي أن تملك الكثير فقط، بل أن تعرف ماذا سيفعل هذا الكثير في حياتك. فكثيرون يصلون إلى مراحل جيدة من الاستقرار، ولكنهم يكتشفون أنهم لا يزالون بعيدين عن الرضا، لأن المال الذي لا يخدم معنى يبقى مجرد رقم يكبر دون أن يملأ الفراغ الذي في الداخل. وهنا يكتشف الإنسان أن الحرية المالية ليست هي النهاية، بل هي الباب الذي يفتح له الحياة التي يختارها بوعي. فالحرية لا تعني أن تتوقف عن الحركة، بل أن تتوقف عن العيش مجبرا، وأن تصل إلى المرحلة التي لا تصبح فيها قراراتك أسيرة للخوف، ولا أحلامك مرهونة بالراتب ونهاية الشهر. في هذه اللحظة يبدأ المال في استعادة حجمه الحقيقي، لا يعود هو المركز، بل يصير وسيلة توجه نحو ما يستحق. وهنا يفهم الإنسان أن أعظم خديعة يمكن أن يقع فيها هي أن يقضي عمره كله في بناء وسيلة، وينسى الغاية التي بنيت من أجلها. فقد يبني الدخل ويكبر رصيده وتتسع فرصه، ولكنه يظل فارغا إذا لم يكن يعرف أين يوجه هذا كله. لهذا يصبح النضج المالي في هذه المرحلة مرتبطا بالنضج الإنساني نفسه. فكلما ازداد الإنسان وضوحا في قيمه، أصبح أقدر على استخدام المال في الاتجاه الذي يصنع له حياة أعمق، لا مجرد حياة أغلى. ومع هذا الفهم يبدأ السؤال في التغير مرة أخرى، فلا يعود كم أريد أن أملك، بل يصبح ما الحياة التي أريد أن أبنيها، وكيف يخدمها ما أملك. وهنا تصل الرحلة إلى مرحلة أقرب إلى الحكمة منها إلى السعي الأعم، لأن من فهم الغاية لم يعد يجمع المال ليثبت شيئا لأحد، بل ليبني به حياة تشبهه وتستحق كل ما بذله في طريقها. في هذا الفصل يركز الكتاب على أهمية توسيع مصادر الدخل لتحقيق الحرية المالية. يبدأ المؤلف بتسليط الضوء على فرق الأفراد بين من يعملون في وظيفة ويعيشون على راتب واحد، وبين من يبنون أدوارا للدخل. يشير إلى أن الاعتماد على مصدر واحد يجعل الشخص عرضة للتقلبات والأخطاء، ثم يركز الفصل على أن النجاح يكمن في توفيق الأصل والزمن والمهارة. يعرف الكتاب النموذج الرباعي للتدفق النقدي، ويركز على كيفية التحرك بين المرابع الأربعة، يبين أن كل مربع يمثل طريقا مختلفا لتوليد الدخل، ومعرفة هذه الطرق تساعد في تخطي المخاوف.
يتحدث الكتاب أيضا عن الفرق بين الدخل النشط والدخل الساكن، وأن توسيع الدخل يتطلب الاستثمار. الذكي يشير إلى أن أفراد المربع الأيمن يركزون على توسيع الأصل وتسليمه لأفراد أخرى. يتضمن الفصل أمثلة حية لشخصيات تمكنت من التحول بين المرابع لتحسين دخلها. يوضح أن التخطيط وتحليل المرابع يمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. يتكلم الكتاب عن الاستثمار في النفس أو التعلم كأساس لتوسيع الدخل. يؤكد أن تطبيق ما تعلمناه في المرابع الأربعة هو مفتاح النجاح. يشير إلى أن كل مربع يحتاج إلى تخطيط ووضع أهداف واضحة للتدفق النقدي. يتحدث أيضا عن الإبداع في توسيع الدخل وكيف يمكن تحويل الأفكار إلى فرص حقيقية. يوصي بتوزيع الاستثمارات لتقليل المخاطرة وزيادة العائد. يشير إلى أن التدريب وتعلم أدوات المال يعملون كمساعد في توسيع الدخل. يؤكد أن تحليل الفرص وفهم أهمية المرابع هو ما يحقق تحولا حقيقيا. ينبه أن الاستمرار في تطبيق هذه المهارات يساعد على بناء وراسخ دخل متجدد. يختم الفصل بتذكير القارئ أن توسيع الدخل لا يتعلق بالمال فقط، بل بالقدرة على الاستمرار والتطور. في النهاية، يكون القارئ قد فهم أن تحويل الأفراد من الرتبة الواحدة إلى مرابع الدخل الأربعة وما بينها هو السر للنمو والثراء الحقيقي. بعد أن اجتزنا هذه الرحلة المعرفية، أصبح واضحا أن الثروة ليست مجرد أرقام في الحسابات، بل هي عقلية وعادات وقرارات يومية مدروسة. لقد تعلمنا أن فهم المربعات الأربعة للتدفق النقدي ليس هدفا بحد ذاته، بل أداة لفهم أنفسنا واكتشاف طرق جديدة لبناء الدخل والاستقلال المالي. من الرغبة الواضحة إلى الإيمان بالنفس، ثم التخطيط الذكي وتوسيع مصادر الدخل، أصبح الطريق نحو الحرية المالية أكثر وضوحا وسهولة. إن الثروة الحقيقية تبدأ بالوعي وتمتد إلى التطبيق العملي، حيث تتحول الأفكار إلى خطط والخطط إلى نتائج ملموسة. كل فصل في الكتاب كان قطعة من الخريطة ترشدك نحو كيفية التحكم في حياتك المالية وكيفية تحويل الفرص الصغيرة إلى مكاسب كبيرة. وقد أصبح لدينا الآن الأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات المالية بثقة وتجاوز المخاوف والابتعاد عن الاعتماد على مصدر دخل واحد. الأهم من ذلك أن الاستمرار والتطبيق العملي هو ما يميز الناجحين عن المترددين، فالثروة تبنى خطوة بخطوة، يوما بعد يوم. تذكر دائما أن النجاح المالي لا يأتي بالصدفة، بل بالتركيز والانضباط وبالتعلم من كل تجربة، صغيرة كانت أم كبيرة. وبينما نغلق هذا الكتاب، نحن لا نغلق صفحة فقط، بل نفتح أبوابا جديدة من الفرص والمعرفة والإمكانات التي لم نكتشفها بعد. إذا شعرت بالإلهام حتى الآن، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس لتكون معنا في المزيد من الدروس العملية والنصائح المالية التي ستحول حياتك. التحكم في التدفق النقدي ليس رفاهية، بل مهارة يمكن لأي شخص تطويرها لتحقيق الاستقلال المالي الحقيقي. كل فكرة ناقشناها وكل مثال رأيناه هو حجر أساس يمكنك البناء عليه في حياتك المالية. اليوم أصبح لديك خريطة واضحة واستراتيجية دقيقة ووعي كامل بكيفية إدارة أموالك واستثمار طاقتك وأفكارك. تذكر أن الطريق نحو الثراء ليس خطا مستقيما، لكنه رحلة مليئة بالتعلم والتجربة والمثابرة والتكيف مع التغيرات. لقد وضعت هذه الفصول لك الأساس، لكن التطبيق هو ما يصنع الفرق. فابدأ الآن ولا تؤجل الفرص. إن الثراء ليس هدفا بعيد المنال، بل نتيجة طبيعية لمن يفهم اللعبة المالية ويعرف كيف يلعبها بذكاء. استمر في التعلم ووسع آفاقك، وكن دائما مستعدا لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس. ومع كل فصل جديد، كل استراتيجية جديدة، ستجد نفسك أقرب إلى الحرية المالية وأكثر قدرة على التحكم في حياتك ومستقبلك. في النهاية، مفتاح الثراء بين يديك والقرار لك. فهل ستختار أن تبقى متفرجا أم أن تبدأ في تطبيق كل ما تعلمته لتصنع مستقبلك المالي؟ لنبدأ الآن هذه الرحلة ونحول المعرفة إلى قوة والفرص إلى نجاح والأحلام إلى واقع.